الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له. أراد ما العباد فاعلوه ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. تقوى الله في السر والعلن، فإن تقوى الله أزين ما أظهرتم وأكرم ما أسررتم. شع الضياء فحاطني في هذه الدنيا السرور، وسموت في آفاقها كالنور يسري كالعطور، وسبحت في أعماقها كالحوت في لجج البحور. سبحانك اللهم بالأذكار تنشرح الصدور. الله أكبر في رؤى الإشراق، في قطر الندى، في نفحة الأزهار، في الأصداح، في رجع الصدى، في مولد الثقلين في الدنيا ومجمعهم غدا. سبحانك اللهم بالأذكار تنشرح الصدور. الدين نبراس الوجود، فإن أضيع فلا حياة، فإذا ادلهم بك المقام فقم بمحراب الصلاة، واسبل دموعك تائبا فالتوب مجداف النجاة. سبحانك اللهم بالأذكار تنشرح الصدور. أيها العبد الحائر الحزين، أيها العبد الحائر الحزين، ذكر الله هو باب الفرج. فهذه بصيرة من البصائر التي تشاهد شعاعها ونورها بنفسك متى ما أردت ذلك. ولكن عليك أن تخرج أولا من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات. فاخرج أولا من ظلمات الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، وادخل بصيرة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وعليك أن توقظ قلبك وتلقي سمعك إلى مشاهد النور والسعادة والاطمئنان. فاسعد بآيات القرآن التي تتلى، وانصت إلى كلمات النبوة التي تروى. فاقرأ وتدبر ثم أبصر، فهي قراءة للوحي يتلوها تدبر وتفكر، فبصيرة مع المبصرين وذكر مع الذاكرين. أيها السائر إلى الله، أيها السائر إلى الله، انظر إلى الأرض في دورانها بين دفيتي الليل والنهار، ثم تأمل أنها في سيرها لا بد لها من مقر تقف فيه في وقت من الزمن الذي قد كتب عليها. وأنت يا صاح تسير بسيرها وتدور في فلكها. أولست من المسافرين كرها لا طوعا؟ أولست في رحلة ليس بيدك توقيت انطلاقها، فضلا عن أن تتحكم في موعد وصولها؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ويبقى من لطف الله بك أيها الفقير أن لك أن تختار الوجهة التي ترتئيها وترتضيها، إما إلى معراج الدرجات أو إلى مهاوي الدركات. فها هي الأرض تدور بين شروق وغروب، والسعيد من حول وجهته إلى مشارق النور، حيث يجد النعيم المقيم والخلود الجميل. أيها المؤمنون،
ولسائل أن يسأل عن السبيل إلى الأنس العظيم وإلى النور المبين. الله نور السماوات والأرض. والجواب عن هذا السؤال العظيم يكون بثلاثة أسباب يدخل من أبوابها، وبثلاثة موانع يقطع حبالها. فأما الأسباب فتقرب ومحبة فولاية، بمعنى أن يدخل العبد على الله جل وعلا من باب التقرب والمناجاة، وأن يكون في هذا القرب محبة لمولاه، فما كان لمن تقرب إلا أن يكون محبا، وما كان للمحب إلا أن يكون محبوبا، وما كان للمحبوب إلا أن يكون وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصح في هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. عباد الله، وأما الموانع التي ينبغي على السالك في دربه إلى الله أن يتخلص منها وأن يقطع حبالها فهي فتن ثلاث: فتنة النفس، وفتنة الشيطان، وفتنة الزمان. فللنفس أهواء تؤجلها الشهوات، وللشيطان وسوسة لا تخنس إلا بذكر الله، وللزمان ظلمات يبوء بها الإنسان، وما ذلك إلا لكونه ركن إلى هوى النفس ووسوسة الشيطان، فحصل له من الظلمات ما حصل، أي أن فتنة الزمان وما تضمنته من فتنة الشيطان وفتنة النفس كانت سببا في هذه الظلمات، فعليه أن يتخلص منها. وإذا كان الحديث عن فتنة الزمان إنها تتضمن في طياتها فتنة النفس وفتنة الشيطان. أقول هل يبقى من شك في أننا نعيش الآن زمان تتابع الفتن وتوتر المحن التي تتدفق على العالم الإسلامي بخيرها ورجلها؟ ومصداق هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطول من آطام المدينة، أي الحصن المبني بحجارة على هيئة مربعة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. متفق عليه. فهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يبصر بعين الغيب مما علمه الله، يبصر صورة من صور الفتن النازلة بالناس من بعده صلى الله عليه وسلم، وقد شبهها بالمطر، والمطر إذا نزل عم بسقوطه كل شيء من العباد والبلاد. فهل لكم معاشر المسلمين أن تتصوروا هذه الخيوط الأثيرية لأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة من قنوات فضائية وشبكات عنكبوتية وهي تقتحم البيوتات وسائر الفلوات مما يبث من الفضاء؟ أليست تماما كالمطر في نزوله على حد تعبير النبي صلى الله عليه وسلم؟
إني لأرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. نعم، إنها فتن كقطع الليل المظلم تهطل على الناس هطول المطر، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة. وليس لك عندما تتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتستحضر الإعلام المحمل بالثقافات الغربية الغازية والمدمرة لعقول الناس بريح العولمة، فهي تضرب الشعوب المسلمة في أخص خصائصها وفي جوهر هويتها. أيها المسلمون، إن الإنسان في استقباله لريح الصهيونية العولمية ليفقد سكينة الإيمان ويدخل في جحيم الحيرة والضلال، إذ هي ريح تجرد الإنسان من قيم الدين وتستل من بين جنبيه مشاعر الخضوع والعبودية لرب العالمين، فيبقى خاويا على عروشه، تضيق عليه الأرض بما رحبت، وتحزن نفسه وتضجر وتتألم، ثم ترى ألا مناص لها إلا أن تفارق الحياة. عباد الله، وما المخرج؟ عباد الله، وما المخرج يا ترى من ظلمات الفتن؟ وما السبيل إلى علامات الخير والنور والصفاء؟ ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. إنما الفرار إليه يكون بالتعلق بكتابه العظيم، ففيه يدرك المرء قوارب النجاة. فكن مع كواكب الربانيين فتكون مع الناجين بإذن الله تعالى. وفي هذا المعنى يقول رسولكم صلى الله عليه وسلم: أبشروا أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا بلى. قال: فإن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. صححه الألباني. فيا عباد الله، فيا عبد الله، اجعل القرآن نبراسا عمليا ودليلا تطبيقيا، وأبرم العقد والميثاق على الخير، وأعزم القصد والإخلاص أن تسير إلى الله تعالى مع السالكين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما أضعف الإنسان في الدنيا إذا لم يستمد العزم من إيمانه، وحسرتاه على فؤاد فارغ، وعوامل التمكين في قرآنه. وأقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه وطوبى للمستغفرين. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فخلاصة ما تقدم ذكره أن العبد متى ما أراد أن يكون في سلك الفائزين فإن عليه أن يتقرب إلى الله تعالى تقربا فيه من الحب والتعظيم لكي يكون من أولياء الله جل وعلا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فعليه أن يحذر من فتنة النفس والشيطان والزمان، وبهذا يكون مع المفلحين ومع الناجين. صلوا وسلموا على نبيكم كما قال ربكم عز من قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين
واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.